السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. احلى كلام الى ذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. كل حاجة حلوة حبايبنا متابعين ومشتركين مصطفى وامل. صباح الجمال. بصوا حبايب قلبي، النهارده بقى جايين لكم بفيديوهات متنوعة، مش بنحرمكم من حاجة ولا هنحرمكم من حاجة. كل جميع انواع الطيور اللي عندنا ما شاء الله من كبير لصغير هنقول لكم عليها النهارده، وكل فيديو فيه معلومات كويسة جدا. لو بتربي بط صغير هتلاقي معلومه، بتربي بط كبير هتلاقي معلومه. بسم الله ما شاء الله. والبط طبعا عندنا غير اي حد يا جماعه، اللهم صل على النبي، من الاحجام والاشكال اللي قدام عينك، اللهم صل على النبي. السلاله ممتازه جدا. السلالات دي يا جماعه احنا بنحب ان احنا نطلعها من على سطحنا. اول حاجه ده اللي جايين يا جماعه غاسلين المايه، فانتوا عودوا نفسكم على كده، دي اساسي. زي ما انتم شايفين اهي الميه عند الطيور، عشان الميه طبعا بتكون وسخ. صح. النسائل بتاعت الطيور بتكون مش نظيفه يا جماعه. تمام. طبعا لما بتسيبها مش نظيفه وبتزود عليها ميه، فده بيسبب الموت المفاجئ عند كده. معانا مصطفى اهوت يا جماعه نظف السقايات كلها، ودي اساسي معانا اول ما بنطلع. بعد كده بنملى اهوت واحده واحده، وهنملى مع بعض السقايات بتاعتنا. دي اوضه الحمام كده يا جماعه، زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عشان الاول مره برضو يشوفنا يتفرج علينا. الله اكبر ما شاء الله. دي اوضه الحمام، دي مخصصه حبايبنا للحمام، تمام. وجايبين لكم برضو مفاجآت تانية. ودي الفراخ الهندي معانا، بسم الله ما شاء الله. طبعا بتقلش يا جماعه. يعني ايه بتقلش يا مصطفى؟ يعني بتوقع ريش وبتطلع ريش على نظافه يا جماعه. شايفين الريش اللي بيطلع ده اللي واقع من رقبه الديك؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الديك حلو يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي الفل. ده بالنسبه للفراخ الهندي. بالنسبه للاوضه دي يا حبايبنا، الاوضه ديت بيبيت فيها فين؟ بيبيت فيها الطيور. يعني الاوضه ديت بيبات فيها الطيور، والاوضه دي نفس الكلام اهو، علشان برضو اللي اول مره يشوف قناه مصطفى وامل. طيب ايه الاوضه دي بقى يا عم مصطفى؟ الاوضه ديت زي ما انتم شايفين دول مجننيننا ومبهدليننا، واكلين الباب من جوه اهو. والله العظيم لسه يا جدعان دلوقتي شايفين واكلين الباب من جوه. شايفين الباب يعملوه ازاي؟ وقعوه كده. نملى ميتنا. يلا بينا بقى ننزل الكتاكيت بتاعتنا. شايفين يا جماعه اهم حاجه الميه يا حبايبنا تملوها على نظافه. اهم حاجه الميه تبقى على نظافه عشان خاطر طيورك ما تتعبش منك. صباح الجمال اهو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس، ثواني عشان احط لكم لسه حاجات على الاكل. ثواني. طبعا يا جماعه الاكل قدام الطيور الكتير بيبقى اكبر غلط، فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده. ما نخليش الاكل قدام الطيور بتاعتنا كتير. ايه اللي احنا هنحطه ده؟ زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه موجوده في كل بيت، ما بتستغنيش عنها في الطبيخ عندك او في مطبخك يا جماعه. ديت اقوى فيتامين ورفع مناعه وفتح شهيه للبط عندك، وكالسيوم ممتاز ليهم. يعني انسي الكساح، انسي ان هم يعني ما شاء الله اللهم صل على النبي يخسوا منك، ما يبقاش عندهم ان هم عايزين ياكلوا. لا ما شاء الله عندهم فتح شهيه عالي جدا بالمعلقه دي. ليه يا امل بتقولي كده؟ لان المكون ده يا جماعه ريحته جذابه جدا، بتجذب الطير كتاكيت او بط عندك ما شاء الله اللهم صل على النبي زي ما احنا شايفين. اهم حاجه الريحه بتاعه الاكل عند البط بتاعه ما شاء الله تجذبه كده، تخليه مشتاق ان هو ياكل. البط من النوع اللي هو انف على فكره. يعني في ناس بتقولك لا ده انا عند البط بياكل بشراسه. احنا البط بتاعنا ده ما شاء الله بط مسكوفي اصلي، تمام. البط اللي بياكل بشراسه ده يا جماعه البكيني، تمام. واحنا بصراحه ما بنحبش نجيبه. ليه؟ جعجع على الفاضي زي ما بيقولوا، بيحب ياكل كتير. لكن احنا بنحب ابو لحمه حمراء اللي هو البط المسكوفي الاصلي. تربيه في بلكونه، تربيه في عشه، عمرك ما هتسمع صوته. يعني ما شاء الله سبحانك يا رب كده ملهوش صوت. طيب المكون ده ايه يا امل؟ اللهم صل على النبي. رفع مناعه ممتاز جدا للبط بتاعك. حتى لو عنده ان هو ما بياكلش، لا حطي له المعلقه ديت ما شاء الله هياكل وهيزيد وزنه يوم بيومين. طيب الجو عشان ساقع هنقول لكم طبعا على المكون، بس الجو عشان ساقع بنحط يا جماعه كده معلقتين عسل على الميه. شايفين؟ تمام. العسل بيعمل ايه يا جماعه؟ عذرا معلش، العسل بيغذي المعده وبيدفيها. يعني بسم الله ما شاء الله مدفي جميل جدا للمعده. بالنسبه للساعه ديت اعتمدوا على العسل، ان شاء الله تعملوه مره في الاسبوع. تمام. ده كل حاجه قدام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله. العسل ده احنا اعتمدنا عليه في طريقه الاستقبال ما شاء الله. وبعد كده برضو زي ما مصطفى قال لكم لو مره واحده في الاسبوع، ده ممتاز ليهم جدا. هيقوي رجليهم، هيدفي الامعاء عندهم، كالسيوم ليهم طبيعي، فيتامين ممتاز يا جماعه. الطير بتاعك ده بياكل علف، مفيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين مع بعض. لكن ايه بقى اللي يحول بقى اللحم، وايه اللي يخلي طعم اللحم حلو؟ العسل يا جماعه بيخلي بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا دلوقتي البط وهو بيشرب مات من العطش كده اهو.
يشرب وهياكل، يشرب وياكل، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده مفيده، حاجه كده جميله للبط. ايه اللي بيحول بقى اللي امل بتقول لكم عليه؟ بسم الله ما شاء الله. القرفه يا حبايب قلبي، القرفه ممتازه ديت يا جماعه. معلقه ديت ما تقطعهاش من على الاكل عندك للطيور بتاعتك عموما. بط ماشي، كتاكيت ماشي، اقوى فيتامين ومنشط نمو وزياده وزن ما شاء الله لجميع انواع الطيور. القرفه ممتازه، القرفه جذابه، هتدفيهم، هتديهم فيتامينات. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. كده نزلنا عند الفراخ اهيت ما شاء الله. ايه رايكم يا جماعه في الفراخ؟ الله اكبر ما شاء الله، حاجه بجد ما شاء الله يعني. اللهم صل على النبي. احنا شايفين الاوضه كده كلك متفردين اهوت يا جماعه، يعني ما فيش حاجه كشه على بعضها، ما فيش حاجه واقفه على جنب. اللهم صل على النبي. هنشوف مع بعض برضه هنحط لهم اكل ايه وهم اعمارهم كام يا مصطفى، وعشان برضه اللي بيشوفنا لاول مره قول لهم دول انواعهم ايه. ما شاء الله يا جماعه. زي ما انتم شايفين معانا فراخ بيضه، معانا فراخ ساسو، معانا فراخ بلدي، معانا فراخ فيومي، معانا يا جماعه فراخ جميزه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ ما شاء الله. طب تعالوا نحط لهم الاكل اللي لسه بياكلوا يا جماعه. العلف ده اهو، العلف اللي بياكلوه يا جماعه اهوت علف تركيز 23%، يعني هم لسه دلوقتي بياكلوا مع علف ناعم. تمام. عمر الفراخ النهارده ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. النهارده معانا عمر الفراخ يا جماعه 14 يوم بالظبط. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني النهارده ان شاء الله اللي صالح علينا داخل عليهم ال 14 يوم. تمام. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ده الاكل اهو بنحط بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هيسالوا يا جماعه انتوا مش حاطين حاجه على الاكل؟ احنا مش حاطين حاجه على الميه. ايوه يا جماعه، ما فيش حاجه موجوده على الاكل، ما فيش حاجه موجوده على الميه. لازم بنريح مع الامعاء عند الطير بتاعك يومين بس كده في الاسبوع من غير اي حاجه. حتى لو تلاحظوا احنا يا جماعه بنعمل معاكم الوصفه وبعديها مثلا بيومين اطلع اقول لك انا عملت كذا، حطيت وصفه كذا. ليه؟ لازم الامعاء عندهم تريح شويه بميه عاديه فتره خالص من الحنفيه. لازم بتريحي مثلا لو ما فيش اي عشبه على الاكل. فطبعا يا جماعه لسه الجديد شديد، ده احنا لسه بنسمي وبنقول يا هادي، لسه ما دخلناش يا جماعه في المشروبات اللي هتقويهم وتزود وزنهم وتجعل يومهم بيومين باذن الله. اللهم صل على النبي. هتلاقي حجم الكتكوت فرق معاكي بجد بالاعشاب الطبيعيه اللي احنا هنعتمد عليها طول الدوره. لحد دلوقتي احنا ما جبناش اي حاجه من بطري يا جماعه خالص الا اللي هي جرعه التحصين دي حطيناهم وخلاص. بعد كده اعتمدنا على الوصفات بتاعتنا والخلطات اللي بتزود وزنهم. ناس كتير يا جماعه بتشتكي من الموضوع اللي هو الاسهالات، واحنا عملنا لكم اهوت فيديو قبل كده للاسهال البني يا جماعه اللي هو مرض الكوكسيديا، وعملنا معاكم الشيح. وطبعا اللي محتاج الفيديو ده يدخل ويشوفه. طيب عملنا قبل كده للبرد، عملنا للبصل والثوم، الحاجات اللي ترفع المناعه في الفتره دي، لان زي ما قلت لكم درجه الحراره بتنزل وبتطلع، الجو مش مظبوط، والكتاكيت بتاعتك عايزه على طول التدفئه الصح ودرجه حراره تبقى مظبوطه. عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، اللي عايز يعرف فرق بين الفراخ البلدي والفراخ الفيومي وهم لسه كتاكيت صغيره والفراخ الساسو، انا هحاول دلوقتي على قد الامكان اللي انا انشد لكم من كل نوع فرق كده. تمام كده يا جماعه اهوت مصطفى بيجيب لكم انواع الكتاكيت اللي عندنا. طب هو ينفع يا امل ان احنا نربي الكتاكيت كلها مع بعضها؟ ينفع يا جماعه. وسعي المكان، طول ما مكانك عندك واسع وسعي لهم كده زي ما احنا شايفين مع بعض. اللهم صل على النبي. الله اكبر. طول ما الفرخ بتاعك ما بيزيد حجمه معاكي طول ما انت لازم توسعي له. ليه؟ عشان يروح ويجري في المكان كده. انت بتديله ما شاء الله ان هو طاقه يروح ويجي، مش ان هو يفضل واقف في مكان والمكان ضيق عليه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا جماعه اول حاجه معانا الفرخ الابيض اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. البيضه يا جماعه طبعا كلنا عارفينها. تمام. طيب معانا ايه تاني؟ معانا بسم الله ما شاء الله معانا الفرخ الساسو. تمام. شايفين ده لون الفرخ الساسو يا جماعه اللي هو اللون البني اهو. شايفين ده لون البني. بسم الله ما شاء الله. معانا الفرخ البلدي اللي هو العادي خالص اهو. طبعا الفرخ البلدي بيبقى صغير ورجله رفيعه. تمام يا جماعه. تمام. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ايه اللون ده يا جماعه؟ ده الفراخ الفيومي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. شكلها تحس ان هي شبه السمان يا جماعه. الفراخ الفيومي شبه السمان وشها فعلا. تمام. الفراخ الجميزه اهي اللي هي السمراء دي يا جماعه. أهي. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الفراخ اللي هي الجميزه بتلاقي لونها اسمر يا جماعه من صغرها. كده يا جماعه عرفنا انواع الفراخ اللي عندنا، عشان لما تيجي تروحي تشتري كتاكيت صغيره ما انتش عارفه هو شكلهم عامل ازاي. عايزه اجيب مثلا كتاكيت ساسو بس مش عارفه الشكل عامل ازاي. عرفنا اهم حاجه ان احنا نديكم معلومات، اهم حاجه ان انتوا تطلع من الفيديو
حاسس ان انت استفدت، وهو ده اللي احنا بنقدمه في المحتوى بتاعنا. اهي الفراخ الجميزه اهي، علشان برضه اللي ما يعرفش الفراخ الجميزه بتبقى لونها اسمر يا جماعه. تمام. هتلاقوا في من هنا معاكم 5 انواع، معاكم الفراخ الجميزه، معاكم الفراخ البلد الحر، معاكم الفراخ الساسو، معاكم بسم الله ما شاء الله الفراخ الفيومي، معاكم الفراخ البيضاء يا جماعه. تمام ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الفراخ البلدي من النوع اللي هي بتبقى صغيره اهي، يبقى الكتكوت كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. حاجات كده بتبقى لسه صغيره في السن، هي مش صغيره في السن، هو نفس العمر يا جماعه، بس هي بتبقى حجمها بيبقى ضعيف شويه. ضعيف شويه، ما تقلقش من اي حاجه من الكلام ده. صح. بسم الله ما شاء الله احلى فراخ. شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله، طاقه وحيويه ومناعه قويه يا مصطفى ما شاء الله. طبعا اهم حاجه في الفراخ اللي عندكم ديت يا جماعه ان ما تكونش كشه على بعضها، ما تكونش ملمومه كده على بعضها وكشه على بعضها ما شاء الله. اهم حاجه توسع للفراخ مكان كويس، تدفي على قد ما تقدر، درجه الحراره بتاعتك تكون مظبوطه، تكون عندك ترمومتر. الترمومتر يا جماعه مش غالي، في ترمومتر ب 10 جنيه، والترمومتر اللي قدامكم ده ب 15 جنيه، مش غالي. من اي صيدليه بيطريه هتجيب الترمومتر ده وهتعلقه. وطبعا الفيديوهات احنا قايلين لكم فيها من عمر يوم درجه الحراره بتبقى كام، وبعد عمر اسبوع او مثلا 5 ايام بنقل ازاي درجه الحراره. كل حاجه هتلاقيها عندكم في قناه مصطفى وامل ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين 14 يوم، اللهم صل على النبي. شايفين الفراخ البيضاء يا جماعه، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو بالصلاه على النبي. تعالي لي هنا كده، بسم الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ما شاء الله، دي الفراخ البيضاء يا حبايبي ما شاء الله. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ يعني بسم الله ما شاء الله. حاجات طبعا اللي هيقول لها هات هنا معلش، عشان بس ايه ما حدش يقول لك انت جايب لي اعمار معينه. لا كله زي بعض، نفس العمر يا حبايب قلبي. الفراخ البيضاء اهي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عشان ما حدش يقول لي انت بتنقي ايه يا عم مصطفى. شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده اهم حاجه يا جماعه في التربيه، انك تحافظ على طيورك اهو ما شاء الله، على الاكل برضه اهو ما شاء الله. شايفين اهو، اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعه عذرا الاضاءه بتتغير معايا عشان بطلع وانزل كده، فنور بيتغير معايا. اخواتي وحبايبي اللي سالوني بيقولوا لي انا شايفك يا مصطفى فاتح المسقايه، تمام يعني فاتحها ازاي؟ يعني نوسع الخرم بتاع المسقايه. طبعا يا جماعه بجيب مسمار وبوسعه شويه علشان ينزل لهم ميه زياده. تمام يا جماعه كده؟ تمام، وصلت لكم المعلومه؟ صح. واهم حاجه يا جماعه زي ما شفنا كده النظافه بتاعه السقايات، ولازم تعالوا السقايات بتاعتكم على قد ما تقدروا، عشان اول ما بتحطيها على الارض التبن بيدخل فيها فبيسدها، فده اكبر غلط. نظافه السقايات والاكلات من العوامل اللي هي نجاح تربيه اي نوع من الطيور، اذا كانت كتاكيت بلدي ولا كتاكيت بيضه. لازم يا جماعه النظافه في اي حاجه. اغسل كده حاجتك وخليها ريحتها حلوه كده، اغسلها كويس لو الصبح مره وبالليل مره اول ما تيجي تغير لهم. والاكلات نفس الكلام. طبعا يا حبايبنا في ناس قالت لنا كتير في الكومنتات ما ينفعش تربي الفراخ البيضاء مع بقيه انواع الفراخ التانيه، فانا حبيت اعمل لكم مجموعه الفراخ ديت علشان اللي عنده مكان واحد فهو ينفع ومفيش اي مشكله خالص ولا في اي ضرر يا جماعه. ما تقلقش من اي حاجه. انا طيوري وفراخ اهيت النهارده عمر ال 14 يوم، بقالهم 14 يوم مع بعض من عمر يوم. طبعا اللي متابع مصطفى وامل شايفهم واحنا جايبينهم عمر يوم كلهم مع بعض. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ الخطوات اللي جايه هي ديت المهمه، اللي هنعمل لهم خلطات العلف ان شاء الله. لما بنيجي نغير يا جماعه العلف الخشن هنقول لكم هنغيره على قد ايه، تمام، من ناعم لخشن، وهنعمل خلطات ازاي. كل حاجه انتظروها معانا في الفيديوهات ان شاء الله، نكون عند حسن ظنكم وتربوا احسن تربيه باسهل ما يمكن، من غير صعوبه، من غير وجع دماغ، من غير ادويه، من غير علاجات، من غير ابر، من غير الكلام ده كله. احنا ماشيين بالاعشاب الطبيعيه، بس احنا النهارده مفيش اي عشبه طبيعيه زي ما امل قالت لكم. لازم نريح معده الفرخه يا جماعه بالميه العاديه والاكل العادي في يوم، لكن تاني يوم بنبدا نحط خطوات اعشاب جديده بتساعد عندنا على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وما بتخليش عندنا الفراخ الحمد لله رب العالمين فيها اللي هي السالمونيلا يا جماعه، واللي هي الكوكسيديا والكوليستيريديا والحاجات ديت اللي هو الاسهالات يعني. تمام. على قد ما بنقدر يا رب كده يا حبايبنا نكون خفاف على قلبكم عند حسن ظنكم، فضلا وليس امرا من كل متابعين مصطفى وامل. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مع مصطفى وامل كل جديد. صباح العسل، السلام عليكم ورحمه الله.